ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود الايام عليكم بخير، وان شاء الله تكونوا عيدتوا كده عيد كان حلو جميل. واول حاجة نصلي للسودان ان ربنا يزح الغمة منهم يا رب، ويرفع ويحرس ويحافظ على كل اهالينا اللي في السودان وعلى السودان نفسه. ادي كده ده الاكل بتاعنا. قلت لكم عليه اللي جهزته قبل العيد. عايزة زيت، انا حطها على نار متوسطة عشان اول حاجة هنحمر الكبابة، وحوريكم ازاي نحنا هنحمرها. خليت الزيت لغاية لما يسخن. ادي ده المش، متذكرين المش ده اللي فضل بصراحة حديت ناس حبايبي. الواحد ما بيحبش ياكل لوحده. فضلت خيرتكم ده اللي فضل، نشكر ربنا. فكده تجيبي قطعة بتاعت عيشة وتحطيها، ولغاية لما ايه تشوفيها اتحمرت تمام. بس خلي النار على متوسط، يعني من ما تحطيها ما تعمليهاش على عالي، حطي بس الزيت على نار متوسطة وهي حطيب، لان طبعا لحمة ولازم تطيب كويس. فكده زي ما شايفة اتحمرت. فهجيب الكبابة، انا ما عملتش كمية كتيرة زي ما شفتوا في اول الفيديو، لاني ما فيش حد احنا كلنا شخصين، وسيلين اسم الله عليها ما بتاكلش الحاجات دي، يعني بتاكل بانيه وكل حاجة، بس كنت اوريدي عملت لها يعني لوحديها. فادي كده وما تحركهاش خالص. فهنا هعمل البيضة، انا هي كلها 2 بانيه. فحطيت بضاية واحدة، شوية لبن وفلفل ابيض واسود حتة بس، وحتة ملح، ما تزوديش لان اصلا البانيه انا مظبطاه طبعا بالملح والبهارات وكده، بس يعني عشان زفارة البيض وكده. فهخلي البيض كده جاهز معايا، وبعد كده زي ما شايفة بعد كده هقلب كده، اقعد اقلب لغاية لما يعني هي ممكن هتاخد حوالي 4 دقائق 5 دقائق على النار، بس على نار تكون متوسطة تمام. يعني اول ما احط الزيت حطيه على نار متوسط زي ما شايفة كده اللون، وهطلعها على مناديل عشان الزيت وكده. بعد كده هجيب الوok على نار عالية، احمر البانيه، اصلا ما بياخدش وقت. طبعا هغمس كده البانيه في البيض واللبن. وبعد كده نشوف هنحطه ونقعد نقلب فيه من الناحية دي وبالناحية دي، بس ما نقلبش على طول لغاية برضه لما نتماسك، وبعد كده ياخد اللون الذهبي اللي هنشوفه مع بعض. فالمهم يا جماعة، صلوا الناس السودان ان الرب يحافظ عليهم ويبعد الغمة منهم يا رب. ومش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، شي حزن بصراحة، يعني مش عارفة. المهم ادي كده زي ما شايفة نقعد نقلب كل شوية كده، هيدينا اللون الحلو ده. برضو طلعيه على الصحن فيه مناديل عشان برضو الزيت يعني كله زيوت بصراحة. المهم كان بصراحة طعمه حلو خالص، والكبابة برضو فضلت خيركم حلوة. انا ما عملتش زي ما قلت لكم اكل كتير، لاني ما فيش حد كان عايز غيري انا وجوزي يعني اللي في البيت، وسلينا طبعا صغيرة وكده. لسه عندي البانيه ولسه عندي الكبابة بفضل خيركم في الفريزر. دي كان الفطور بتاعنا بتاع العيد. كل سنة وانتم طيبين، لغاية لما نشوفكم في فيديو جديد.